مساء الخير. في ساعة غضبنا لازم نمسك نفسينا في ساعة الغضب عشان ساعة الغضب دي ممكن تخسرنا حاجات تؤلمنا مدى العمر. وأهم شيء إن احنا ما ندعيش على نفسينا ولا ندعي على غيرنا. ليه؟ لو أبواب السماء مفتوحة في الوقت ده وربنا تقبل الدعوة بتاعتنا على نفسينا أو على غيرنا، فهيبقى شيء صعب وشيء مؤلم، مش هنتحمل احنا نتيجة الدعوة على نفسينا. فيا حضرات من فضلكم بلاش تدعوا على نفسيكم في ساعة الغضب، ولا تدعوا على حد تاني غيركم في ساعة الغضب. احتمال كبير ان ابواب السماء تكون مفتوحة وربنا يتقبل الدعوة دي. تمام؟ في ساعة الغضب ما ينفعش نسب الدين. افرض سيادتك وانت بتسب الدين ده كانت دي اخر كلمة في حياتك، هتعمل ايه؟ هتقابل ربنا ازاي وانت خاتم حياتك بختمة سوداء وهي سب الدين؟ لازم يا جماعة تمسكوا نفسيكم في ساعة الغضب، اياكم وساعة الغضب. تمام؟ شكرا، مع السلامة.